السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهارده معاكم المنين بتاع زمان اللي احنا اتعودنا عليه. ما شاء الله ريحة وطعم حاجة تانية خالص. هتجربوه وتشوفوا الطريقة بتاعتي وان شاء الله تعجبكم. شايفين دايبة ازاي؟ والبلح مش ناشف. طبعا ده ناتج عن التسوية المظبوطة مش هتخلي البلح او العجوة بتاعتك تنشف معاكي في الفرن خالص. يلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ كده ونشوف عملنا ايه. بس الأول كل سنة وانتم طيبين. هنا معايا الميزانة بتاعتي. حطيت عليها الحلة وصفرتها كده علشان طبعا السمنة بتاعتي تيجي مظبوطة. أنا هنا هشتغل في 3 كيلو دقيق، عايزة كيلو ونص مادة دهنية. هاخد حوالي كيلو وربع سمنة، والربع كيلو هحطه زيت. أنا حطيت زيت علشان تطلع بتقرمش معايا شوية. أنا عايزة فيها قرمشة، فعشان كده هحط الزيت. لو عايزاها ناعمة خالص كده ما تحطش زيت، ممكن تستخدمي السمنة كلها. انما ما ينفعش تستخدمي زيت بس. هتبوظ معاكي بسرعة. لو انت بقى طبعا حابة تعملي بزيت بس، هتعملي كمية صغيرة انها تخلص بس يوم او اتنين وخلاص، علشان ما تقعدش معاكي كتير وريحتها تتغير. هنا خدت كيلو ونص مادة دهنية كده حطيتهم على النار. انا عايزاهم يتقدحوا كويس جدا. بس طبعا خلي بالك علشان السمنة متحرقش، لان احنا مسيحينها قبل كده. لو سبناها كتير على النار هتتحرق معاكي. وخلي بالك برضو في بنات بيروحوا يجيبوا الزبدة ويفتكروا ان هو ده كيلو سمنة. الزبدة لو سيحتيها هتديكي اقل من كيلو سمنة. فما ينفعش اجيب كيلو زبدة واستخدم عليه كيلو دقيق. 2 كيلو دقيق معلش. لا، أصل الزبدة لما بتسيحيها هتديكي اقل من كيلو. فعشان كده سيحيها الاول بعد كده وزنيها. معايا هنا بقى الدقيق بتاعي بعد ما نخلته حطيت عليه 12 معلقة كبيرة سمسم. السمسم كان ابيض وحمصته كده يا دوبك بس. حاجة على النار كده، حاجة بسيطة، ما سبتوش يعني لحد ما لونه اتغير قوي. هو كان لونه فاتح شوية. وحطيت 6 معالق سكر بودر. يبقى سكر 6 معالق، والسمسم 12 معلقة على 3 كيلو دقيق. ممكن تحطي شمر وممكن تحطي ينسون. لو حابة تحطي شمر وينسون هتحطي من كل حاجة 2 سمسم معلقتين. شمر وينسون، بس الشمر واليانسون تكوني طحناهم شوية. انا ما كانش موجود عندي فما حطيتش. هنا بعد ما قدحت السمنة بنزل بيها على الدقيق على طول، وخلي بالك اوعى ايدك تيجي فيه دلوقتي، لان طبعا سخن جدا واللسعة بتاعته وحشة جدا. هنا بقلبه بالمعلقة، احاول ادخل بس اخلي الدقيق والسمنة كده يدخلوا في قلب بعض بالمعلقة كده. مش هحط ايدي دلوقتي خالص لحد بس ما يهدى معايا شوية كده، وبعد كده اشتغل بايدي. طبعا هو ما ينفعش ان اشتغل بالمعلقة، بس طبعا لحد بس ما يبرد، وبعد كده لازم ايدك علشان ايدك هي اللي هتديكي نتيجة حلوة. خلاص بدأ كده يهدى معايا شوية اشتغل بايدي. شايفين كده لازم ابس بالطريقة دي. لازم على الاقل خالص 10 دقايق ربع ساعة. بس كده على قد ما تقدري، لان كل ما هتبسي العجينة بتاعتك هتديكي نتيجة حلوة. والقرص والكحك لازم تبسيهم كويس جدا عشان النتيجة هتاخديها في الاخر النتيجة بتاعتك تكون كويسة. لف الصينية كده، لو اي دقيق لسه ما دخلش فيه في قلبه سمنة لف كله كده في قلب بعضه وخلي السمنة كده تدخل جواه كله. طبعا نوع السمنة هو اللي بيديك النتيجة الحلوة. لو استخدمتي سمنة بلدي طبعا ده حاجة طبعا معدية خالص. فالنوع اللي عندك اللي انت هتستخدميه هو اللي بيديك النتيجة بتاعة الطعم. هنا خلاص بقى بسيتها كويس خالص، لميتها كده معايا لحد ما احضر بقى الخميرة بتاعتي. حطيت معلقة سكر بودر وكيسين خميرة فورية. يبقى 3 كيلو دقيق حطيت لهم كيسين خميرة فورية. وهنزل عليهم 3 كوبايات مية. بحط كوباية الأول عشان الخميرة تدوب فيهم. لو حطيت التلاتة مرة واحدة الخميرة مش هتدوب، هتفضل حبيبات كده عايمة كده فوق الوش. حطيت كده كوبايتين مية بس. مع الكيسين الخميرة ومعلقة السكر البودرة ومعلقة صغيرة ملح. دوبتها كويس عشان الملح بس ما ينزلش معايا كده في قلب الدقيق، وتيجي تاكل القرصة تلاقي لسه في حب ملح كده. كده انا بعد ما حطيت الكوبايتين اخر كوباية حطيتها دلوقتي. يبقى كده دوبت الخميرة مع الملح والسكر وحطيتهم. وحطيت ال3 كوبايات مية هم. كده انا مش عايزة اعجن بقى. هي كده خدت معايا 3 كوبايات بس، مش هحط اكتر من كده. بس لو لقيتيها محتاجة هتبلي ايدك بس كده في العجينة اللي انت هتاخديها. هقول لكم كل حاجة دلوقتي. الاول خالص احنا خدنا في العجينة، انا مش هعجن. لو عجنتيها العجينة هتبقى فيها عرق. هتديكي النتيجة مش حلوة خالص. انتوا لو هتلاحظوا كأني بقطع في العجينة. بقطعها يعني بودي ايد كده واجيب ايد كده. بقطع في العجينة بس لحد ما اشربها المية اللي انا حطيتها فيها. بس كده العجينة بقى لازم تغطيها علشان ما تنشفش معاكي. لو اي قطعة من العجينة كانت ظاهرة مش متغطية هتلاقيها نشفت معاكي ومش هتتفرد، هتشقق معاكي.
هنا بقى بجيب العجوة بتاعتي. العجوة دي انا عاملاها في البيت، انا جبت البلح الكبيس وعملته في البيت، والعجوة برضو انا عملتها من غير كبة. ما شاء الله طالعة النتيجة معايا تحفة. ان شاء الله هحاول انزل لكم الفيديو قبل ده باذن الله، بس لسه ما منتجتوش. همنتج الفيديو الاول واسجل عليه واحاول انزله قبل ده. ما عرفتش بقى، يبقى لما انزله اتمنى يعني ان اخواتي يدخلوا يسمعوه عشان الفيديوهات بتاعتنا تترفع. هنا بقى جبت بقى قطعة العجوة فردتها كده. انا مش عايزاها تخينة قوي، انا عايزاها رقيقة عشان انا مش حابة العجوة تكون كتير، يكون الطعم كده مظبوط، ما يكونش العجوة كتيرة قوي. بسويها طبعا كده في الاول خالص لما بكون رايقة بقى بعملها كده، وبعد كده بقى لقيت نفسي هأخر، لا اشتغلت على طول. والحروف الزيادة بقى كنت بخليها اللي هي تتاكل الاول، اصل كده كده كله هيتاكل ان شاء الله. بس هي اللي شكلها حلو دي بقى بخليها طبعا لو جت ضيوف، او اللي هي اللي معوجة شوية تخلص الاول، وبعد كده بخلي الحلوة دي اطلعها في الاخر. شايفين بقى الحجوة بتاعتي سويتها شكلها جميل قوي. طبعا لو فاضية بقى تعملي كله زي كده عادي، بس انا بصراحة انا كنت بشتغل لوحدي، هو محمد اللي كان بيساعدني بس مش هيساعدني قوي يعني، هو بيتدلع بس كده. وهنا جبت كيس تاني برضو فتحته. هنا بقى اللي هحط فيه العجين. الكيس ده هحط فيه قطعة عجين كده بلينها كده في ايدي. في الوقت ده بقى لو حسيتي ان العجينة ناشفة معاكي شوية، هتبلي ايدك بس كده مية، ما تاخديش مية كتير، يعني وتليني العجينة كده. تضطر معاكي بس عشان تتفرد معاكي بسرعة، ما تاخديش مية كتير، مش بالمعلقة، عشان احنا هو التلات كوبايات اللي احنا حطيناهم كده مظبوطين خالص. بس بقولك لو حسيتي ان هي ناشفة شوية، بلي ايدك بس كده ولينيها وخلاص. الدقيق اللي انا استخدمته متعدد الاستخدام، ممكن تستخدمي دقيق كحك وبسكوت براحتك خالص، بس ما تجيبيش دقيق مخبوزات عشان ما يبقاش فيه عرق ويغلبك، وتطلع معاكي القرصة ناشفة لو كان دقيق مخبوزات بس. هنا فردت بقى العجينة بتاعتي، السمك بتاعها برضو رفيع. انتوا دلوقتي هتشوفوا المنينة بتاعتي او القرصة اللي انا عملتها، هتشوفوها دلوقتي عاملة ازاي. السمك بتاع العجينة والعجوة مش كتير. انا هنا بحاول بقى اقيس طول العجوة على طول العجينة معايا، واسوي بقى برضو العجينة بنفس الشكل ده. لو انتي قاعدة براحتك كده هتعملي كده، انما لو استعجلت بقى زي انا كده، لا انا لقيت الوقت هيعدي ومش هلحق اعمل حاجة، فلا قلت لا اخلص على طول، مش هقعد للدلع ده. كده سويتها كويس خالص اهو. والله لما اولادي كانوا بيقعدوا معايا زمان كنت بحب اعمل كده، بس دلوقتي كل واحد بقى في دروس وفي مدرسة، ما حدش فاضي بقى الوقت. يا ربنا يقوم كلهم يا رب، ويفرحكم باولادكم ويفرحهم بشهادتهم يا رب ان شاء الله، وينجح كل ولادنا يا رب باذن الله. كده قلبت بقى النص التاني على النص اللي فيه العجوة، يعني حطيت العجوة على نص مش في النص، على النص العجينة بس، وقلبت النص التاني عليه. شايفين السمك بتاعها قد ايه؟ هنا بقى بتقطعيها على حسب الحجم اللي انت عايزاه، تخين او يعني عايزة الحجم عريض او رفيع براحتك خالص. يعني انا عملتها كده حوالي قد صباعين كده، حوالي تقريبا صباعين، نفس الحجم كده. بس هحطها بقى الصينية ولا دهنها اي حاجة خالص، احطها. الكحك بقى كنت بسويه اول ما يعني الصينية تجهز معايا احطها في الفرن على طول. ده لا، ده بسيبه يعني يرتاح كده شوية. يعني لو انا هشتغل لوحدي يعني عملت 3 صواني وقمت ولعت الفرن. لو حد معايا بقى وهيساعدني وهنخلص بسرعة، ممكن اخلصهم كلهم الاول، بعد كده اولع الفرن واسويهم بقى صينية صينية. الصينية اللي عملتيها الاول هي اللي تحطيها في الفرن الاول. هنا برضو عملتها بنفس الطريقة. وهنا برضو هعملها دي يعني عملتها شكل اساور كده، هعملها بالمنقاش. فالشكل اللي يعجبك والشكل اللي يريحك واللي انت تحبي تعمليه براحتك خالص. طبعا هو المنقاش ده يعني بصراحة يعني هو متعة وحاجة جميلة جدا، بس عايز بصراحة برضو وقت، وعايز اللي فاضي. فطبعا لان مفيش وقت واليوم بقى قصير خالص، فمش هينفع بقى، فبحاول انجز وخلاص. بس وريتكم يعني كذا شكل كده لو انت حابة تعمليه. لان طبعا ببتدي بالحاجات بتاعة العيد دي بعملها يعني بعد ما بنفطر بكتير ونصلي التراويح وكل حاجة، فببدأ فيها متأخر، فبيكون خلاص ميعاد السحور كان بيبقى داخل، فبحاول يعني اخلص بقى عشان ميعاد السحور واحضر لهم السحور. بافرد عجينة كده رفيعة، وباكون بقى العجوة اللي هي الأصابع دي باكون محضراها قبل العجينة، عشان ايدي ما تجيش في العجوة وبعد كده تروح في العجينة. لو راحت في العجينة هتلاقي العجينة جت عليها عجوة من فوق واسودت معاكي في الفرن واتحرقت. وحاولي ما تخليش العجوة ظاهرة قوي معاكي، علشان لو العجوة كانت طالعة كده من بره العجين هتنشف، وهتلاقيها كده يعني مش ناشفة كمان، ده كأنها معضمة كده، حاجة ناشفة جدا، مش يعني تيجي تاكليها تلاقيها ناشفة خالص. فحاولي أي قطعة عجين ظاهرة، أنا هنا كانت في قطعة عجين ظاهرة كده أو عجوة معلش،
جبت لها حتة عجينة كده وحطيتها عليها، قفلت على العجوة خالص عشان ما تكونش ظاهرة معايا. هتقولوا طب ما في عجوة ظاهرة اهي، لا دي العجينة اصلا مش هتخليها تنشف كمان. انا رصيتهم بقى كده في الصينية وهشغل الفرن بقى. انا هنا بعد ما اشتغلت في 3 صواني. لما تكوني بتعملي حاجة زي كده يا ريت تقعدي جنب الفرن عشان ما تسيبيش الحاجة بتاعتك تتحرق. هنا طبعا الفرن بقى انا ولعت الشعل من على الجنب وولعت الشعلة اللي تحت على درجة حرارة 180. طبعا انا بظبطها كده. طبعا ما الفرن ما انا مخدت عليه، لان في طبعا بتختلف من فرن لفرن. في فرن الصاجة بتاعته بتكون تخينة، فطبعا درجة الحرارة بتعوز تكون اعلى من دي شوية. وفي الصاجة بتاعته بتكون رقيقة خالص بتعوز درجة حرارة اقل. فبتختلف تبع الصاجة بتاعة الفرن عشان هتوصلك حرارة امتى على الصينية. الصواني الألمونية طبعا بتكون جميلة جدا في تسوية الحاجات اللي زي ديت. الكحك لو هتعملي كحك ما تولعيش الشعر من على الجنب خالص. القرص بس عشان احنا عايزين القرص تاخد لون كده بس كده من فوق. وهنا برضو عملتها شكل تاني برضو شكل قرص اهي وقسمتها كده نصين. الشكل اللي يعجبك وكده تحطيها في الفرن، ما تعليش عن درجة حرارة 180. لو عليتي القرص هتلاقيها احمرت من فوق ومن تحت، بس تحسي ان هي عجينة من جوه. لو هديتي النار العجوة اللي معاكي هتنشف خالص، او هتتحرق كمان، مش هتكون طعمها حلو، هتكون ممررة خالص كده معاكي. فيا رب ان شاء الله اكون استفدتوا كده باي معلومة او اي حاجة كده في الفيديو. ويا ريت لما انزل الفيديو بتاع العجوة ان شاء الله انزله قبل ده باذن الله، هحاول انزله عشان كل اخواتي يستفادوا منه. فاتمنى كل اخواتي يدخلوا يسمعوه، واتمنى تسمعوا جزء حلو كده من الفيديو. وانا طبعا عارفه ان في ناس كتير خرجت في الوقت ده. شايفين الكحكه ما شاء الله. بس طبعا انا مش شايف الفيديو لما تشوفوا الكحك بتاع محمد الاول عشان تحطوا له اللايك. هو عمل شويه بس قال يا ماما خليهم يجوا برضه هاتيهم معاكي، انا مش عايزه اصورهم بصراحه. خليت طبعا اللي شكله حلو الاول خليته على جنب، واللي مكسر او المعوج شويه خليته في العلبه الحمراء دي. والحاجات دي بقى بتاعت محمد. قول له بقى تسلم ايدك وحطوا له اللايك وشجعوه. يلا بالتوفيق للجميع وكل سنة وانتم طيبين، مع ألف سلامة والسلام عليكم.